السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. عاجل بصور حريق في جرار قطار بالمنوفية وتوقف حركة القطارات. اندلع حريق في جرار القطار رقم 3617 القادم من محطة بنها باتجاه مدينة منوف بمحافظة المنوفية اليوم الجمعة، وذلك أثناء توقف محطة قطارات الباجور. واشتعلت النيران في جرار القطار أثناء توقف في محطة الباجور، وتلاحظ تصاعد الأدخنة من جرار القطار، الأمر الذي أدى إلى توقف الحركة على الخط. انتقلت قوة من الشرطة وفريق من الحماية المدنية للسيطرة على الحريق دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية. وتوقفت حركة القطارات جراء الحادث، فيما تتابع هيئة السكة الحديد تطورات الحادث والذي نشب في ماكينة الجرار وصعدت الأدخنة منه. ونتابع. شتاء أم صيفا، المفتي يحسم الجدل بشأن موعد ميلاد سيدنا عيسى. رد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية على ادعاء البعض بأن ميلاد سيدنا عيسى ابن مريم عليهما السلام كان في الصيف بدعوى أنه وقت نضوج التمر. وقال علام في فتوى له أنه صاحب مولد سيدنا عيسى عليه السلام من الآيات الكونية والمعجزات الإلهية ما لم يتكرر في غيره، ومن هذه الآيات أن الله تعالى أوجد للسيدة مريم عليها السلام التمر في الحال من جذع يابس في الشتاء في غير وقت ظهور ثمره وأوانه كي يطمئن قلبها وتطيب نفسها وتقر عينها. وأشار مفتي الجمهورية إلى أن لمولد سيدنا عيسى عليه السلام منزلة وقدسية خاصة في الإسلام، فإنه المولد المعجز الذي لا مثيل له في البشر، حيث خلق من أم بلا أب. قال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. آل عمران 59. وقد صاحب مولده من الآيات الكونية والمعجزات الإلهية ما لم يتكرر في غيره، حتى ذكروا أن الله تعالى أجرى النهر في المحراب للسيدة البتول مريم عليها السلام، وأوجد لها التمر في الحال من جذع يابس في الشتاء في غير وقت بدو ثمرة كي يطمئن قلبها وتطيب نفسها وتقر عينها بعد ما ألجأها ألم الولادة والطلق إلى جذع النخلة تستند إليه وتستنر به، وبهذا يرد على منكر الاحتفال بمولد السيد المسيح عليه السلام، متعللين بأنه في غير وقته، لأن بدو التمر إنما يكون في الصيف وهو وقت تأيير النخل لا في الشتاء، متناسين أن الإعجاز الإلهي قد احتفى بهذا المولد المبارك المجيد في زمانه وأوانه كما حف به في ملابساته وأحواله. فأخرج ابن جرير في التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان جذعا يابسا. وأخرج عن وهب ابن منبه قال: كان الرطب يتساقط عليها وذلك في الشتاء. وأخرج عن السدي قال: كان جذعا منها مقطوعا فهزته فإذا هو نخلة وأجرى لها في المحراب نهرا فتساقطت النخلة رطبا جنيا. قال الإمام الماوردي في النكت والعيون طهدار الكتب المعلمية: وكان في الشتاء فجعله الله آية. وقال الإمام القشيري في الطائف الإشارات الهيئة المصرية العامة للكتاب: كان ذلك الجذع يابسا أخرج الله سبحانه في الوقت الرطب الجني، وكان ذلك آية ودلالة على أن الذي قدر على فعل هذا قادر على خلق عيسى عليه السلام من غير أب. قبل ما ننهي الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.